السلام عليكم. حابب جوست نعطي توضيح بسيط للتقرير اللي تعدى المرة الأخرى. راهو التقرير يجينا حاضر، احنا ندرسوه ونخدموه. فما سكريبتات متاع تعاليق من أشخاص داخل الجزائر وخارج الجزائر بيعلقوا على محرز بالطريقة اللي فيها نقد واللي فيها لوم عليه، على خاطرهم يحبوه للدرجة انهم يحبوا يروه متميز وكل شيء. نعتذر على اي مقارنة باي لاعب من اي جنسية اخرى، نحن الكلنا عرب، نحن الكلنا أخيان. أني أخوكم من تونس، يعني كيما نرحب بكم ترحبوا بنا. احنا الكلنا واحد، سواء مصري جزيري مغربي أيا كان، مرحبا بالناس الكل. ويلا بينا للتقرير. إسماعيل بن ناصر يثير الرعب في الميلان. صفعة بالماضي تجبر موهبة ميلان على الاعتذار للجزائريين. هجوم فرنسي على غوارديولا دفاعا عن محرز يواجه بن سبعيني في دور الأبطال. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم عن أداء محرز أمام اليونايتد، وهل محرز الأفضل له الرحيل والتجربة مع مدرب آخر مثل كلوب يعطيه فرصا كثيرة كما يفعل مع صلاح، أم بقاؤه مع غوارديولا وفلسفاته؟ ورأيكم في مواجهة محرز وبن سبعيني. وهيا بنا كالعادة نبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، نرجو منكم الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بلايك. إسماعيل بن ناصر يثير الرعب في الميلان. أثار الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الرعب في صفوف فريقه بعد تعرضه لإصابة مؤخرا خلال مواجهة بارما في الدوري الإيطالي. وتعرض بن ناصر للإصابة خلال اللقاء المثير الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 الأحد في الجولة 11 من الدوري الإيطالي، بعدما كان ميلان على أعتاب تلقي هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم. وخرج الدولي الجزائري مصابا من أرض الملعب بحلول الدقيقة 75 ليحل محله ساندرو تونالي لاعب الوسط الصاعد. وذكرت شبكة سكاي إيطاليا في تقرير لها أن بن ناصر يعاني من آلام في الفخذ تسببت في خروجه من أرض الملعب. وأشارت الشبكة إلى أن ميلان يخشى أن تكون الإصابة الشديدة إجهادا في أوتار الركبة، مما قد يبعده لفترة طويلة عن الملاعب ستمتد على أقل تقدير حتى نهاية العام الحالي 2020. وبحسب الشبكة الإيطالية أيضا فإن بن ناصر من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مقبلة لو ثبتت إصابته. يذكر أن النجم الجزائري عاد مؤخرا لتشكيلة الميلان بعد تعافيه من إصابة عضلية تسببت في إبعاده عن الفريق في مباراتي سامدوريا بالدوري الذي فاز بها الروزينيري 2-1 وسبارتا براغ تشيكي في الدوري الأوروبي والذي فاز بها الفريق الإيطالي 1-0. ولعب بن ناصر في الموسم الحالي 17 لقاء مع ميلان بكل المسابقات، صنع فيها 4 أهداف ولم يسجل. صفعة بالماضي تجبر موهبة الميلان على الاعتذار لكل الجزائريين. وجه رياض طاهر موهبة ميلان الإيطالي اعتذارا للجماهير الجزائرية بعد تصريحات وكيله التي أسيء فهمها مؤخرا بشأن موقفه من تمثيل الخضر. وكان وكيل اللاعب ذو الأصول الجزائرية والذي يحمل الجنسية الفرنسية أكد رفض موكله في الفترة الأخيرة تمثيل منتخب الشباب الجزائري في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، وأنه سيمثل محارب الصحراء في حالة واحدة هي تلقيه اتصالا من جمال بالماضي مدرب المنتخب الأول لحمل قميصه. ووجه بالماضي صفعة قوية للاعب صاحب 19 عاما بعدما نقلت عنه مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري أنه رفض رفضا قاطعا الاتصال به، معتبرا أنه مجرد لاعب ينشط في فريق رديف ولا يمتلك حاليا المؤهلات التي تسمح له بالتواجد مع الكبار. وأجبرت تلك الصفحة رياض طاهر على الاعتذار، حيث صرح لموقع لاغازيت دو فيناك الجزائري الناطق بالفرنسية بأنه مطالب باللعب مع منتخب الجزائر الأول أسيء فهمها من طرف ممثل الاتحاد المحلي وأنه يعتذر عن ذلك الأمر. وأوضح المدافع الصاعد أنه يرحب بارتداء ألوان بلده الأصلي ويمنحه الأولوية على منتخب فرنسا رغم أنه لا يتجاوز 19 عاما، وأنه يبقى تحت تصرف الجزائر في أي لحظة بشرط وحيد، وهو أن يكون الاستدعاء من المنتخب الأول، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن مستعدا للتواجد مع شباب الخضر. وقال طاهر: أنا جزائري ومستعد لتلبية دعوة جمال بالماضي في حالة قرر الاعتماد عليه في المستقبل، وأنا لم أرفض الجزائر تماما،
لكن وصلني اتصال من شخص قدم لي نفسه على أنه يعمل مع الاتحاد المحلي، وأوضحت له أنني تحت تصرف المنتخب الأول في أي وقت، لكني لن أكون قادرا على الالتحاق بالشباب حاليا. وأوضح خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي أنه يرى نفسه كعنصر أساسي مع أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة، قائلا: أنا أرى أنني قادر على استهداف مكانة أساسية في محور الدفاع وتمثيل ألوان بلدي. وتأتي تصريحات اللاعب لتوضح أنه متابع جيد لتشكيلة جمال بالماضي، ويعرف جيدا أنه يبحث عن عنصر جديد لمنافسة المخضرم جمال الدين بالعمري الذي تراجع مستواه مؤخرا، والذي سيعتزل دوليا بنسبة كبيرة بعد نهائيات كأس العالم المقبلة سنة 2022. هجوم فرنسي على غوارديولا دفاعا عن محرز. وجه إيمانويل بيتي نجم منتخب فرنسا وفريق أرسنال الإنجليزي السابق انتقادات لاذعة للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وجاءت انتقادات النجم الفرنسي لمدرب الفريق السماوي بسبب تبديله للدول الجزائري رياض محرز جناح فريقه خلال ديربي مدينة مانشستر الذي جمعه أمام جاره المان يونايتد هذا السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، وانتهى بالتعادل السلبي. وفي تصريحات لراديو مونتي كارلو الفرنسي، رأى بيتي أن غوارديولا قام بسحب رياض محرز من المباراة بشكل مبكر جدا، رغم أن الجناح الطائر الجزائري حسب وجهة نظره كان يشكل مصدر خطر دائم على دفاع المان يونايتد. وقال صاحب الشعر الأشقر في تصريحاته: صراحة في بعض الأحيان لا أفهم بيب غوارديولا، إنه يقوم بالكثير من الأمور الغريبة، فمحرز كان يشكل خطرا على جانب الملعب وبكراته الثابتة، لكن المدرب قرر التخلي عنه بشكل مبكر في الشوط الثاني، وهذا التبديل كان غير مبرر وغير منطقي بالنسبة لي. وأضاف المتوج مع فرنسا بطلا لكأس العالم عام 98 و900 وألف في نفس السياق: كان من المفترض على غوارديولا أن يحافظ على محرز ويتركه فوق أرضية ملعب أولد ترافورد من أجل إبقاء عنصر خطير على الجناح الأيمن. وواصل: كان من الواجب في رأيي إخراج أحد لاعبي الارتكاز رودري أو فرناندينو مع الدفع بفيل فودين وفرناندو سيلفا، والقادرين على صناعة الفارق بمراوغتهما وسرعتهما ومنح حلول أكثر لرياض محرز. وفي سياق متصل، ورغم الدفاع المستميت عنه من طرف إيمانويل بيتي، فإن أرقام محرز خلال ديربي مانشستر سيتي كانت مخيبة مثل بقية زملائه في الفريق. واكتفى الدول الجزائري خلال 65 دقيقة بالتسديد تجاه المرمى في مناسبة واحدة، والتي كانت أخطر لقطة لفريقه أمام اليونايتد، عندما ضيع فرصة لا تضيع وجها لوجه أمام الحارس الإسباني ديفيد ديخيا، وكما قدم تمريرة واحدة. وهذه الإحصائيات توضح بشكل جلي أن محارب الصحراء على شاكلة أغلب لاعبي الفريق السماوي لم يكن في يومه تماما خلال ديربي مانشستر السلبي. محرز يواجه بن سبعين في دوري الأبطال. يبدو أن المواجهة التقليدية والمتكررة بين نادي برشلونة وباريس سان جيرمان ستخطف الأنظار مجددا بالنظر إلى قوة الفريقين وطموحهما في المنافسة الأوروبية، ولن تقل مواجهة أتلتيكو مدريد وتشيلسي أهمية قياسا بالمستوى المتقارب للناديين. هذا ويواجه الدول الجزائري رياض محرز مواطنه رامي بن سبعيني في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بين السيتي وبروسيا مونشنغلادباخ. أما ريال مدريد فسيلاقي أتلانتا الإيطالي أحد مفاجآت هذا الدور، في وقت يواجه ليفربول نادي ليبزيغ الألماني.